السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انا يوسف، او لو انت جاي من التيك توك او انت عارف التيك توك بتاعي فهو اندر كفر. انا جاي اقول لك النهارده على 3 ترانزيشنز انت بتشوفهم وانت بتقلب على التيك توك، ولكن عمرك ما جربت تعملهم قبل كده او ما بتعرفش تعملهم. فانا جاي النهارده اقول لك تعملهم ازاي، ولازم تكون بتعرف تعمل الترانزيشنز ديت، لان الترانزيشنز ديت ممكن تخليك تجو فايرال، لان دي فايرال ترانزيشنز ومهمة جدا 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 وهتفيدك. طبعا الفيديو هيكون من غير يعني ميوزك في الباك جراوند، لان الناس طلبت ان يعني يكونش في ميوزك في الباك جراوند عشان تعرف تسمع كويس. فما فيش ميوزك، وخلينا نبدأ على طول الشرح بتاعنا في الافتر افكتس. طبعا هنفتح الافتر افكت وهتجهز الكليبات بتاعتك، ولكن لو ما اتفرجتش على الفيديو الاولاني يا ريت ما تسيبش الكليبات كده، يا ريت تفعل فيها الفريم بلندنج، تدوس هنا مرتين وتختار كل كليب وتعمل بري كومبوز، وتختار لازم تفعل الخيار ده، ولازم تفعل الخيار اللي تحت ده برضو، الموف اول اتريبيوتس والادجست كومبوزيشن، وتدوس اوكي. والتاني برضو هتعمل له بري كومبوز على طول. طبعا بعد ما عملت بري كومبوز ممكن ادوس على اللاير ده كده وادوس حرف الاي، وهاجي هنا اهوت في الحته الفاضيه ديت وهدوس رايت كليك واعمل نيو واعمل ادجستمنت لاير عشان ابدا اكريت الترانزيشن بتاعي. بعد ما كريت الادجستمنت لاير هبدا ان انا ادوس على كنترول وشيفت والسهم الشمال اللي في الكيبورد الجزء اليمين اللي جنب النم باد. تمام. ادوس واحد اتنين عشان ارجع 20 فريم، وابدا ان انا ادوس كنترول شيفت دي عشان اديليت، وابدا ان انا اجي تاني ادوس على الاي واعمل نفس الحاجه يمين برضو. ادي واحد اتنين في السهم اليمين بقى. تمام. وادوس كنترول شيفت دي طبعا عشان اقص، واجي هنا اهو تبقى عندي الادجستمنت لاير. هعمل ايه على الادجستمنت لاير؟ هبدا ان انا اضيف افكت اسمه اول حاجه البي سي سي لينس بلور او بي اس، وابدا ان انا اضيف البي سي سي لينس بلور او بي اس. اتضاف عندي هنا اهوت الافكت اهو زي ما انت شايف. بس هبدا ان انا اجي هنا اهوت عند الشمال عند الجامع وارفعها ل 1000، ارفعها لاخر حاجه واعلى حاجه، وابدا ان انا اعمل كي فريم هنا اهو للايرس سكيل، وابدا ان انا ادوس على حرف اليو عشان يطلع لي الكي فريمز، وابدا اخلي الكي فريم الاولانيه دي زيرو، واخلي اللي في النص بين الكليبين بالظبط هنا اهوت رقم، يعني الرقم اللي انت تحبه، بس انا ممكن اخليها رقم 20 او 15. وابدا ان انا اجي هنا اهوت على الاخر برضه ادجستمنت لاير وابدا اعمل نفس الكي فريم واعمل زيرو، وابدا ان انا اعمل كده اهوت اختار الكي فريمز اسلكت بالماوس وادوس على اف 9 عشان ايز. وجراف بسيط جدا اللي هيتعمل حاجه يعني بسيطه مش هتعدل عليه. هتجيب ده يمين شويه وهنجيب ده شمال شويه، فهيظهر عندي الترانزيشن بالشكل ده. ولكن انا لسه ما خلصتش. ليه لسه ما خلصتش؟ لان انا احب ان انا اي ترانزيشن اعمله ان انا اكومباين دايما او ادمج بينه وما بين الشيك. فهعمل ايه في الشيك؟ هعمل ادجستمنت لاير بنفس الشكل وهنقصها طبعا بنفس الحجم، ولكن المره دي هضيف الافكت بتاع الشيك اهوت. اجي اضيف هنا اهوت فيبدا عندي يظهر الشيك بالشكل ده. طيب هعمل ايه؟ اول حاجه طبعا انا هسحب الشيك اللاير اللي فيها الشيك لتحت. تمام. تاني حاجه ابدا ان انا اعمل الكي فريمز بتاعتي على الايه، على الامبليتيود والفريكوانسي. فهعمل كده كده وهعمل زيرو وهعمل زيرو. تمام. وابدا ان انا اطلع الكي فريمز بتاعتي باليو، وهاجي هنا اهو في النص، واجي هنا في النص اخلي الفاليو عندي ان هو هكتب زيرو بسم الله 0.500. تمام. او 0.5 يعني، وهنا هو هكتب 7. تمام. وهاجي تاني في الاخر طبعا دوس على حرف الاو، لكن انا عايزها في الاخر خالص. لو دوست على حرف الاو هيجي قبل الاخر بفريم يعني، وهرجع الاثنين زيرو وزيرو. طبعا انا مش هلعب في الجراف بتاع الاس اندرسكور شيك اهوت، انا هسيبه زي ما هو. تمام. زي ما انت شايف ده هيكون الشكل بتاعه. تمام. دي كده اول ترانزيشن معانا. نخش على ترانزيشن تاني وهو ترانزيشن الريبل افكت. زي ما عملنا طبعا ادجستمنت لاير قبل كده، طبعا رايت كليك واندوس نيو هنعمل ادجستمنت لاير وبنقصها. يعني مش لازم تكون حسب الكليب ده، هي بتكون حسب الكليب مثلا الشورت بتاعك، لان انت الكليب بتاعك هيكون اقصر من ده بكتير. فالمهم ان احنا هنضيف عليها افكت اسمه البي سي سي ريبل ديسولف. بي سي سي ريبل ديسولف. واجي هنا اهوت هاجي يظهر عندي اللي هو الافكت. هعمل هنا الهايت اعمله 15. تمام. وهاجي على الانيميشن اعمل له بيرسنت دان، وهاجي اعمل ديت لزيرو. تمام. هاجي هنا اعمل كي فريم اهوت بيرسنت دان في الاول اخليها زي ما هي زيرو، ادوس سي ويظهر لي الكي فريمات. اجي على اخر الادجستمنت لاير او النقطه اللي انا عايز ينتهي عندي فيها ترانزيشن واعمل 100 100
فهيبقى عندي الريبل بالشكل ده. طبعا تغيير اللون بيكون تحت، طبعا ديسكورد تحت خالص، ادي اللون اهوت. ممكن اعمل مثلا احمر عادي زي ما انت شايف، هيبقى الريبل بالشكل ده. طيب ازاي نعمل ريبل انعكاسي؟ كل اللي هنعمله هنعمل adjustment layer تانية طبعا، ويا ريت تكون بنفس المقاس وهنضيف عليها نفس الافكت وتكون فاضيه طبعا، ما تعملش كوبي للادجستمنت ديت. هتعمل نفس الحاجه اللي احنا عملناها من شويه اللي هو نوت 15، والبرسنت الاوتو الانيميشن هنخليها برسنت دان، وديت زيرو، ولكن ديت المره دي سوري هنخليها 100. تمام. وهندوس على اليو عشان يطلع لي الكي فريمز. الكي فريمز ان هو واجي طبعا في الاخر هعمل، او مش في الاخر، اخر الادجستمنت يعني اللي هو ساعه الكات ما بين الكليبين، وهعمل البرسنتج لزيرو. تمام. فبقى عندي الكي فريمز الاثنين دول. طبعا مش هلعب في جراف في اي حاجه، المهم ان انا بقى عندي الايفكت اهو زي ما انت شايف. تمام. طبعا اللون طبعا هنعدله زي اللون التاني او اللي يريحك، يعني لو انت عايز تسيب ده ابيض والتاني احمر مفيش اي مشكله. ولكن طبعا لسه ما خلصناش. ليه لسه ما خلصناش؟ لان انا هضطر قلنا اكومباين اي ترانزيشن بالشيك. انا بحب اضيف الشيك على طول، فهعمل ادجستمنت لاير تانية، وهبدا ان انا اقص 20 فريم ورا 20 فريم قدام، واضيف طبعا الشيك بتاعي بالاس اندرسكور شيك اللي احنا لسه عاملينه من شويه، نفس الشيك. وهيبقى بالتالي، وطبعا يا ريت يا ريت يا ريت برضه ننزل الشيك تحت. طبعا بالمناسبه يعني عشان لو فضولك، يعني انت ليه ازاي ليه غيرت اللون بتاع الادجستمنت؟ عادي يعني تغيره من هنا اهوت، هو تدوس هنا ادي الادجستمنت، وتدوس على الرايت كليك وتدوس على اللون اللي انت عايزه. انا عملتها يلو، او بستخدم بصراحه بلجن كده مش فاكر اسمها، بس يعني المهم يعني ان انت لو عايز تغير اللون هي دي الادجستمنت اللي احنا شغالين عليها. واخر حاجه عندنا هي الفلاش ترانزيشن، او مش الفلاش يعني هو الوايت سوليد ترانزيشن. اللي هنعمله بالظبط ان احنا هنختار الكليب التاني وهندوس برضو رايت كليك، ولكن نيو، ولكن المره دي هنختار سوليد، وخلي اللون بتاعها ابيض لو هي مش ابيض، وقصها على الديوريشن بتاعك بتاع الكليب. طبعا قص كنترول شيفت دي. فنفترض ان احنا دلوقتي قصيناها، فكل اللي نعمله ان احنا هندوس تي على الكيبورد وندوس على الاوباستي ان هو نخليه هنا 100، ونيجي في الاخر خالص اخر الكليب او اخر الترانزيشن هنا وقت ما انا عايزه يخلص اخليها زيرو. اختار الكي فريمز بتاعتك ودوس F9 ايز ودوس على الجراف هنا اهوت، واختار الجرافات واعمل الجراف ده اهو. اعمل كوبي للجراف ده، ونيجي على الكي فريمز، قدم الكي فريم الاولى ثانيه واحده. واخر حاجه هنضيفها على السوليد بتاعي في الافكتات، وهو ضيف السي سي فينيت. السي سي فينيت هضيفه على السوليد بتاعي، هيبقى بالشكل ده. وهيبقى عندي السوليد ترانزيشن. لو انا حبيت برضو اكومباين بشيك، فكل اللي انا هعمله برضو ادوس على النيو واعمل ادجستمنت واقص برضو نفس الشيك اللي عملناه على الادجستمنت اللي فاتت، ولكن هنشيل الكي فريمز الاولانيين هنا اهوت، وهقص الادجستمنت بهذا الشكل على الكليب الجديد بس، وهيبقى عندي الفلاش بالشكل ده. طبعا الكلام ده كله لو انت حبيت اصلا تضيف يعني الشيك، فهيبقى عندي الترانزيشن بالشكل ده. والترانزيشنز دي مهمه جدا جدا جدا، هتفيدك في الايديتس بتاعتك. يا ريت لو انت استفدت اي حاجه طبعا نورني في سيرفر الديسكورد. لو لقيت ان انتوا طلبتوا البريسيتس بتاعت الشيك والحاجات دي كلها، ممكن انزل البريسيتس على الديسكورد، بحيث ان انت كل اللي انت هتعمله هتدخل البريسيت في الافتر افكت، او يعني هتحطها في الفولدر بتاع الافتر افكتس، وهتيجي تسرش على البريسيت مثلا اللي هو زي ما انا مثلا حاطط اهوت الشيك اللي انا عملته مثلا، قلت يعني سيفته. اما لو انت يعني حابب تطبق وتختار، لو انا هتدوس على الايفكت اللي انت عملته، هتدوس على الانيميشن وسيف انيميشن بريسيت، وتختار الفولدر طبعا بتاع الافتر افكتس. هينزل لك عندك في الافكتس والبريسيتس بتاعتك. فكل اللي انت هتعمله ان انت تعمل دراج اند دروب كده على طول على الادجستمنت السوليد يعني. بس السوليد هو السوليد برضو ممكن تقريبا تسيف لو انت اخترت ان هو الكي فريمز كده ودوست على الاوباستي، ممكن تعمل سيف انيميشن برضو بريسيت، فاللي يريحك. ولو طلبت ان انا انزلها على الديسكورد انزلها. ويا ريت برضه ان انت اول مره تشوفني خالص، يعني عمرك شفتني قبل كده اهوت على التيك توك ولا اي حاجه، تقدر تنورني برضه في التيك توك. وبس السلام عليكم.